الزمالك لا بينافس على بطولة افريقيا، ولا بينافس على السوبر، ولا بينافس على الدوري، ولا بينافس على الكاس، ولا بينافس على اي حاجة. طب نادي الزمالك بينافس على ايه دلوقتي بسبب اللي بيحصل والإدارة والكلام ده كله؟ بيفكرني بالمنافسة، منافسة السلحفة. مين أبطأ؟ مين يجيب شلل للجمهور، او مين يجيب شلل للي بيتفرج عليه؟ نادي الزمالك بيتحرك ببطء شديد جدا في القضايا اللي موجوده، ومشتت وبيفكر في مليون اتجاه. يعني اخرهم الازمه بتاعت زيزو وهشام نصر. يعني كان الزمالك اولى ان هو يركز زي ما قلنا في المشاكل اللي موجوده عنده. حاليا في انقسام في مجلس الاداره. طب نرجع ايمن الرمادي، طب نسيب احمد عبد الرؤوف، لا نسيب احمد عبد الرؤوف شهر مثلا كمان، الثلاث ماتشات اللي جايين، وبعدين نقيم. طب نجيب مدرب اجنبي، طب شيكو بانزا هنمشيه. يعني انا شايف ان الكلام ده كله بيعطلك، الكلام ده كله ملوش اي لازمه في الفتره دلوقتي. انت قلت خلاص احمد عبد الرؤوف هيكمل لحد فتره التوقف الدولي، خلاص ماشي سيبه يكمل. طب احنا عندنا بقى مشكله اساسيه، وهي مشكله القيد. هي دي مشكله لازم تتحل. يعني هي دي المشكله اللي لازم مجلس اداره نادي الزمالك يتحرك بسرعه، يعني بيتحرك ببطء شديد جدا.